السلام عليكم حباباتي اخواتي. اليوم ان شاء الله راح نديرو مربى البرتقال ولا معجون التينه. لهذا لازم انا درت اليوم كيلو برتقال وكل وحده دير الكميه اللي تقدر عليها. نبداو طريقه التحضير. نبداو نراكو البرتقال ولا نسكرفجوه. لازم هذا سكرفج هذا النوعيه فوالا بهذه الطريقه. هذيك التينه بعد اللي سكرفجناها درناها في قلب الماء. دركا نديروها طيب، ديري طنجره تخليه الماء يغلي ونديرو نرميو هذو التينه نديروها حتى طيب. كي تمسيها هكا تصبيها طابت فوالا. من بعد اللي طابلنا التينه درناها طابت. انا درتها في لاكاكوت من طابت حدير نص ساعه هكاك. نحيتها دوكا نقطعوها. مسيها هكا تصبيها طريه. دوكا نقطعوها براج كارتي. خليتها بشويه بيان سور، خليتها بردت شويه. نديرها على ربعه كيما راني ندير. فوالا نحولها هذه اللي منها من تحت. هذا بيان سور داك القلب تاعها. فوالا غير هكا. فوالا انا نكمل هذه الطريقه، نكمل كامل الحبيبات اللي عندي. فوالا من بعد قطعنا لي كارتي تاع التينه تاعنا. هاي ليك عبرناها في هذا التبسي. جاتنا عبر. كي جاتنا عبر التينه دوك نديرو عبر السكر ونص عبر الماء. دوك نعبرو السكر. فوالا عبرنا السكر. درنا عبر التينه نديرو عبر السكر. نديروها في لاكاكوت مينوت. انا عندي هذه ثقيله، لا عندك طنجره ثقيله ديري فيها. نعبرو دوك نعبرو الماء. نديرو نصو الماء. نديروه لهنا مع السكر. فوالا كي حطينا الماء مع السكر نخلطوه هكذا. دوك نحطو هذا السيرو تاعنا نحطوه يطيب. غير يبدا يعقد. كي تمسيه بيديك هكا يبدا يعقد نعصروا له هذه حبه تاع القارص ونرميو هذا التينه نديروها معاه طيب. هاوليك السيرو تاعنا درناه بدا يعقد. هاوليك كي تمسيه بدا يعقد. نديرو ديك الحبه تاع القارص اللي عصرناها نزيدوها معاه. فوالا كنزيدو التينه تاعنا نديروها. بسم الله. فوالا نخلو المعجون تاعنا يطيب. هذوك لي كارتي تاع التينه درناهم نخلوه على نار متوسطه ونخلو كمل طيابو. مره على مره نجي نعسوه ونشوفوه كي يطيب رانا نطفو عليه. هاوليك المعجون تاعنا راقد. تقدري تشوفي تسيدي ديري له هناك شويه فوق الطبسي. نقدروا نجبدوا حبه نشوفوها. هاي ليك الحبه تاعنا طابت. شوفي لهنا السيغو راه عاقد والحبه تمسي هكا تبليها طايبه. هنايا نطفو عليه. اخواتي هاوليك معجون التينه او مربى البرتقال. هاوليك وجد. شوفي لا كولور تاعو كنتي شابه. مي ان شاء الله انت ثاني كتجربيه وان شاء الله ينجح لك تيفاني وراسليني ونستنى منكم الاشتراك ان شاء الله ايضا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.